في شخص اسمه عبد الله كان جالس في غرفته، كان ماسك ورقة وقلم يخطط كيف بيقضي رمضان. كان يقول: بختم القرآن مرتين، بصلي التراويح كل ليلة، ببتعد عن أي حاجة تبعدني عن ربنا. كان متحمس جدا، كان حاسس إنه رمضان هذا بيكون غير، رمضان هذا بيجتهد وما بضيع فيه أي دقيقة. لكن كان في شيء واحد ما كان يعرفه عبد الله، ما كان يعرف إنه عمره وصل إلى نهايته وإنه ما بيعيش رمضان هذا العام. عبد الله توفى وراح قبل ما يوصل رمضان، توفى قبل يومين من رمضان. عبد الله كان مفكر انه عنده وقت طويل، لكن للاسف حتى رمضان هذا ما كتب له. لكن المهم والاهم الان هو انت اللي تسمعني الان. فكر بنفسك، فكر لو كنت بمكان عبد الله، فكر لو كان هذا اخر رمضان لك، ايش ممكن تسوي فيه؟ صدقني هذه فرصة قد لا تتكرر. كم شخص كان ينتظر الفرصة لكنه ما حصلها. اما انت اللي قاعد تسمعني الان، الفرصة الان امامك، لكن السؤال هل بتستغلها؟ تخيل معي لو كان عبد الله يعرف انه ما بيكمل معنا رمضان هذا العام، ايش كان بيعمل؟ اكيد كان بيستعد له من بدري. طيب خلينا من عبد الله وخلينا نتكلم معك انت. لو كان هذا اخر رمضان لك، ايش ممكن تعمل؟ يعني تخيل لو جاء واحد وقال لك انه رمضان هذا هو اخر رمضان لك، ايش ممكن تسوي فيه؟ بتأجل الصلاة مثل كل مرة؟ بتخلي المصحف مغلق وما تقراه؟ بتضيع وقتك في الجوال وتقول ببدأ بعدين؟ او انك بتقرر تخليه رمضان العمر او رمضان اللي يغير حياتك؟ اكيد انا متأكد اذا كنت تعرف انه هذا رمضان اخر رمضان لك، اكيد بتستغل كل دقيقة فيه. صدقني لما تعرف ان الوقت قليل بعدها كل لحظة بيكون لها قيمة. فكفاية كلام وابدأ من الآن، ولا يغرك طول الأمل. ليالي رمضان هي الفرصة الأخيرة، ما تنساش. وما تنساش إنه في كل ليلة من ليالي رمضان ربنا بيعتق ناس من النار. يمكن في ليلة معينة تكون من عتقاء الله من النار. صدقني هذه فرصتك، هذه فرصتك حتى تلبي النداء، هذه فرصتك حتى تطيع الله. تذكر إنه ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. اسأل نفسك، هل اسمك بيكون مكتوب مع اللي بيعتقهم ربنا هذا العام؟ أو بتعدي عليك هذه الليالي مثل كل الليالي العادية؟ لا تنتظر رمضان علشان تبدأ. قبل ما أكمل كلامي، لو سمعت كلامي كله مستمر معي إلى الآن، فضلا وليس أمرا اشترك في القناة. اسمعها مني من الآن، لا تنتظر رمضان عشان تبدأ. ابدأ من الآن، لأنه يمكن ينتهي عمرك قبل ما يوصل رمضان. أما رمضان فهو مش بس شهر نصوم فيه وننتظر أذان المغرب. رمضان فرصة جديدة لك ولي، رمضان فرصة إنك تبدأ من جديد. ومثل ما تكلمنا، لا تنتظر أول يوم من رمضان علشان تبدأ. ابدأ من الآن. نظف قلبك، سامح وتصالح مع غيرك ومع نفسك، افتح صفحة جديدة مع الله. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تخيل معي إن هذه آخر مرة تقول فيها هذا الدعاء. تخيل معي إنه رمضان هذا آخر مرة تصوم فيه، آخر مرة تصلي التراويح. تخيل إنها فرصتك الأخيرة، هل بتضيعها؟ صدقني إنه حظا إنه بيوصل رمضان الثاني. فعيش رمضان هذا كأنه الوداع. رمضان فرصتك الأخيرة، تستغلها. وما تنساش تشترك في القناة.